طيب حنبدأ الشابتر الخامس اللي هو The Young Tulip Grower اللي هو زارع التوليب الشاب. Indoors, young Cornelius Van Baril was standing in his drawing room. في المدينة بتاعة دورت اللي هو الشاب كورنيليوس فان بريل كان واقف في الغرفة بتاعة التجفيف حقته. He was looking at 3 small tulip bulbs. كان بعاين لثلاثة بصيلات صغيرة بتاعة توليب. Yes, he said to himself. قال أجل نعم. Next year these bulbs will be black tulips. السنة الجاية البصيلات دي حتبقى black tulip. I am the happiest man in the 7th state. أنا أسعد رجل في الولايات السبعة. At that moment a servant ran into his room. في اللحظة ديكي في خادم من الخدم بتاعه دخل الغرفة، جاري دخل الغرفة. قال له somebody want to see you sir. He has come from the Hague. His name is Craig. قال له في زول داري يشوفك. هو جاي من لاهاي واسمه كريغ. كريغ ده كورنيليوس. كريغ is joined with servant. He must wait for a few minutes. قال ذكر بعدك ان كريغ ده اللي هو خادم بتاع جون دويت. قال له خليه ينتظر لي دقايق. He must wait for a few minutes. I must put this bulb safely in a drawer. أنا لازم أخد الوصيلات دي بأمان في الأدراج. خليه ينتظرني. قال له قام جاء واحد اللي هو قال I cannot wait. voice shouted. في صوت قال شنو؟ أنا ما بقدر أنتظر. وكريك ran into the room. اللي هو كريك قال الكلام ده. قال أنا ما بقدر أنتظر. جه داخل الغرفة. He was holding a letter in his hand. كان ماسك رسالة في يده. Cornelius was very surprised. Cornelius كان متفاجئ جدا. He dropped the tulip bulbs. قام وقع البصيلات بتاعة التوليب. They fell into the floor. وقعوا في الواطة. قام قال please read this letter. اللي هو كريك قال له أرجوك أقرأ الرسالة دي. Please read it immediately sir. أرجوك أقرأها حالا يا سيدي. قال I will read the letter. Cornelius said but I must pick up my bulbs first. قال له أنا حقرأ الرسالة لكن لازم أرفع البصيلات دي أول. He picked up the tulip bulb and he looked at them carefully. رفع البصيلات بتاعة التوليب وعاين لها بحذر. قام قال شنو good. The bulbs are not damaged. I thank God for that. قال كويس البصيلات دي ما اتدمرت أو ما اتلفت يعني. أشكر ربنا على الحاجة دي. But Craig had put the letter on the table and he had left the house. قام كريغ دخل الرسالة في الترابيزة وغادر المنزل بسرعة. Suddenly one of Cornelius' servants ran into the drawing room. فجأة واحد من الخدم دخل الغرفة بتاعت التجفيف. قال oh sir, there are soldiers in the house. They are going to arrest you sir. قال له يا سيدي في جنود في المنزل ودايرين شنو يعتقلوك يا سيدي. They are going to arrest me. I don't understand. قال دارين يعتقلوني أنا ما فهم حاجة. Cornelius was not frightened. He was thinking of his black tulip bulbs. Cornelius ما كان خايف لكن كان بيفكر في البصيلات بتاعت البلاك توليب حقت التوليب السوداء. He picked up Craig's letter from the table. قام رفع الرسالة بتاعت كريك من الترابيزة. He did not read it. ما قراها. The letter was written on a piece of white paper. الرسالة كانت مكتوبة في ورقة أو جزء من ورقة بيضاء. A white page from the book اللي هي كانت الصفحة البيضاء من الكتاب. Very carefully Cornelius put the paper around the 3 tulip bulbs. بحذر قام خدت لف البلاك توليبس اللي هم البصيلات دي في الورق أو الرسالة. He made a package وعمل له جنوز يعني زي شكل طرد كده. Then he put the little package into his pocket. قام خدت الطرد الصغير ده في جيبه. 4 soldiers ran into the room. في 4 جنود جو داخلين الغرفة أو جروا يعني بسرعة دخلوا الغرفة. A judge was with them. كان معهم شنو؟ حاكم. The judge was from the courtroom in Dort. الحاكم ده كان من أو القاضي مش حاكم. معهم قاضي. القاضي ده من المحكمة بتاعة دورت. The judge had received a message from Isaac Boxtel. القاضي ده اتلقى رسالة من Isaac Boxtel اللي هو جاره داك. طيب شايفينهم هنا داخلين لكورنيليوس.
كورنيليوس فامبريل you have some paper. قال له كورنيليوس فامبريل انت لديك بعض الورق. The judge said ده القاضي قال له كده they are the paper of a traitor give the paper to me. الورق اللي عندك ده بتاع خونة اديني الورق ده. I don't understand Cornelius said. Cornelius قال له أنا ما فاهم. قال له last January Cornelius DeWitt left a package of paper in this house. قال له في يناير الفات كورنيليوس ديويت اللي هو الأخ ذاك خد أو خلى طرد في المنزل ده. The judge said القاضي قال كده you must give that package to me. انت لازم تديني الطرد ده. No I cannot give the package to you. قال له لا أنا ما بقدر أدي الطرد ده ليك انت. The young man replied it is not mine. لأن الطرد ده ما شنو ما حقي. قال له I must take those paper اللي هو ده القاضي قال له أنا لازم أخذ الورق ده. he pointed to a large drawer. قام أشر لدرج كبير. they are in that drawer he said. قال له هم موجودين في الدرج داك. the judge opened the drawer and took out the package. الجدج اللي هو القاضي ده فتح الدرج وشال شنو took out the package وطلع الطرد. هو عارف حيطته بالضبط لأنه آيزاك بوكستل كان بيراقب داك بالتلسكوب فعارف إنه خدت الحاجات دي وين. He opened the package and he looked at the letter inside. فتح الطرد وعاين لي الرسائل اللي بالجواب. Yes, you are a traitor too. نعم أنت أيضا خائن. The judge said. ده القاضي قال له كده. I arrest you Cornelius Van Baril. You are a prisoner now. أنا بعتقلك يا كورنيليوس فان بريل. أنت الآن سجين. You must come with me to the Hague. أنت لازم تجي معاي ل لاهاي. Isaac Boxtel was watching Cornelius Van Baril house. Isaac Boxtel داك اللي هو جاره كان بيعاين لمنزل كورنيليوس فان بريل. He was watching through his telescope. كان بيراقب بالتلسكوب بتاعه. He saw the soldiers going into the neighbor house. شاف الجنود بيمشوا له اللي هو لبيت جاره اللي هو كورنيليوس. and he saw the judge وشاف القاضي. قال شنو good the judge has got my message. قال كويس معناها القاضي ده تلقى الرسالة بتاعتي. has got my message. Isaac said to himself قال لي روحه كده but I did not put my name in the message. لكن أنا ما خدت اسمي في الرسالة. I am not in danger. أنا ما في خطر لأنه ما هعرف منه أصلا الرسالة دي. The soldier will take Cornelius Van Baril to the Hague. الجنود حياخدوا كورنيليوس فان بريل للاهاي. They will put him in a prison there. حيخدوه في سجن هناك. Then they will kill him. بعدين حيقتلوه. Good. كويس. I will take his tulip bulb. كويس. أنا حاخد شنو؟ البصيلات حقت التوليب حقته. That night Boxtel went into Cornelius' house. في الليلة ديكي ايزاك ده ذاته ايزاك بوكستل ده مشى للبيت بتاع كورنيليوس. he went into the house through a window. دخل للمنزل عن طريق نافذة. the house was empty. البيت كان فاضي. the servant had run away. الخدم بتاع ان كورنيليوس هربوا run away. Isaac went into the drawing room. بعدين هيك ايزاك ده مشى ليه الغرفة بتاعة التجفيف. he looked for the bulb of the black tulip. وبقى يفتش عن البصيلات بتاعة التوليب السوداء. the bulb are here in this room. قال البصيلات في الغرفة دي. قال الكلام ده لنفسه. Cornelius told his friend about them. كورنيليوس كلم أصدقائه عن البصيلات دي. He said I will have a black tulip next spring. قال أنا حيكون عندي توليب سوداء في الربيع القادم. ده معناه إنه عنده بصيلات عشان يزرعها تقوم له توليب سوداء في الربيع. فهو كان متأكد إنه كورنيليوس عنده التوليب السوداء. But where are those bulbs? لكن وين البصيلات دي؟ سأل روحه. Isaac looked in all the drawers and he looked in all the cupboards. قام عاين في كل ايزاك ده عاين في كل الأدراج وفي كل الدواليب. There were many bulbs in the drawers and cupboards. كان في العديد من البصيلات في الأدراج والدواليب دي. and all the bulbs had name. وكل البصيلات عندها أسامي. Isaac Boxtel looked at each name. Isaac Boxtel ده بقى يعاين لكل اسم.
he knew all these names. كان بيعرف كل الأسامي دي. None of these was a black tulip. ولا واحدة منهم كانت التوليب السوداء. Isaac did not find the bulb of the black tulip. Isaac ما لقى البلب أو اللي هو البصيلة بتاعة التوليب السوداء. But he found Cornelius Van Baril notebook. لكن لقى الكتيب بتاع Cornelius Van Baril. Cornelius has written about his tulip in the notebook. Cornelius كتب عن التوليب في الكتاب أو المذكرة حقته دي. On one page Isaac read these words. في واحدة من الصفحات Isaac قرأ الكلام ده اللي هي 20 أغسطس 1672 في 20 من أغسطس سنة 1672. Today I have 3 small tulip bulbs from 1 large bulb. اليوم لدي 3 بصيلات صغيرة من بصيلة كبيرة. These bulbs will have flowers in the spring of 1673 اللي هو السنة البعدية. قالوا البصيلات دي حيطلع ورود في الربيع القادم. The flower will be black. الورود أو الزهور حتكون سوداء. I thank God. أنا بشكر ربنا. Those bulbs. قام بعد ما قرأ الرسالة دي قام آيزاك قال شنو؟ قال those bulbs. Where are they؟ قال البصيلات دي وين هي؟ Isaac Boxtel said, Oh, I understand now. قال oh يا دوب فهمت. Cornelius has taken them. Cornelius أخذهم معه. He has taken them to the hedge. أخذهم للاهاي. I must go to the hedge too. أنا لازم أمشي للاهاي برضو. تمام؟ يعني هو محل ما ماشي متابعه لازم دار ياخد منه البلاك توليب. طيب هذه النهاية بتاعت الشابتر الخامس. هنواصل بعدين في الشابتر السادس.